تعرض الجزائري عادل عمروش المغشوش مدرب تنزانيا سابقا للإيقاف في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بسبب تصريحاته المعادية والإدعائية ضد المغرب وتواطؤ الكونفدرالية الإفريقية في منح المنتخب المغربي امتيازات غير قانونية. وقال الاتحاد التنزاني لكرة القدم إن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أوقفت المدرب 8 مباريات بعد شكوى تقدم بها المغرب. وقد سبق للاتحاد التنزاني إخلاء مسؤوليته من تصريحات مدربها مذكرة بأن علاقتها جيدة مع الاتحاد المغربي والذي لطالما مدها بجميع أنواع المساعدات في الظروف الصعبة والسماح لها بإجراء المقابلات الدولية بالملاعب المغربية. ولم يصدر الكاف أي بيان بشأن القرار حتى الآن. وقال كليفورد ماريو نديمبو المتحدث باسم الاتحاد التنزاني: في خطوة أخرى أوقف الاتحاد التنزاني المدرب عمروش. ونتيجة لهذا القرار تم تعيين حميد موروكو مدربا مؤقتا وسيساعده جوما ميجوندا، ولسوء الصدف موروكو وراه. وأطلق عمروش تصريحات أثارت الجدل ارتبطت بالمغرب وعلاقته بالاتحاد الإفريقي، متهما إياهما بالكولسة والتقجيع والتمركيت وداكشي: اللهم شفيء ناسا حسدونا وتطاولوا علينا، وما تزيدهم نجاحاتنا إلا غلا وحقدا، اللهم لا تحاسبهم بما يفعلون إن كانت علتهم هذه وراثية، اللهم خفف عنهم ويسر تأهلهم إلى الثمن واشغلهم بأنفسهم.